عمرك سمعت عن راجل حكم نص مصر؟ مش مجرد حتة أرض صغيرة، لأ، نص الخريطة بتاعت مصر كانت تحت إيده. دي مش حكاية، دي حقيقة تاريخية حصلت مع شيخ العرب همام. قصته فيها كل حاجة: القوة والذكاء والغنى والحكم العادل، وفي الآخر اللي وقعه الخيانة. اسمه الحقيقي شرف الدولة همام بن يوسف. اتولد في قرية فرشوت في قنا سنة 1907. نشأ في قبيلة الهوارة. بس تعالى الأول نعرف مين هم الهوارة علشان نفهم قوة همام جت منين. Let's go! الهوارة دول أصلهم قبائل عربية جم من بلاد المغرب وهاجروا لمصر أيام الدولة الفاطمية. في الأول قعدوا في الدلتا وتحديدا في البحيرة، بس القوة بتاعتهم زادت لدرجة إن زعيمهم عمل ثورة كبيرة على السلطان برقوق اللي كان ساعتها سلطان المماليك. بس السلطان برقوق قدر يسيطر على الثورة دي، والنتيجة كانت إن قبائل الهوارة كلها اضطرت تسيب الدلتا وتهاجر للجنوب وراحوا على جرجا في الصعيد. إقليم جرجا في الوقت ده كان خراب، ما فيهوش أي حاجة تتعمل، لكن الهوارة اهتموا بالأرض وعمروها واستقروا فيها بالقوة، لدرجة إن الأمر والنهي في الإقليم كله بقى تحت إيديهم. رئيس القبيلة هناك بقى يتلقب بالأمير، وده كان لقب عظيم في عرف العرب ساعتها. كل القبائل العربية التانية في الصعيد خضعت لسيطرة الهوارة. طب إيه اللي خلاهم أقوياء كده؟ السر في الاقتصاد. الهوارة ركزوا على الزراعة وخصوصا زراعة قصب السكر، لدرجة إنهم عملوا احتكار كامل لزراعة القصب في الوجه القبلي كله، ومن هنا جت ثروتهم الضخمة اللي خلتهم أغنى من المماليك نفسهم. كان عندهم قوة اقتصادية مهولة ومعاها قوة علمية وثقافية، كانوا بيقدروا العلم والعلماء جدا، واي شيخ او عالم من الازهر ينزل الصعيد لازم ينزل ضيف معزز مكرم في بيت الهوار. اما علاقتهم بالمماليك فكانت علاقه نار ودم، مش طايقين بعض ابدا، وده كان بسبب كذا حاجه. اولها طبعا سيطره الهوار على الاراضي والغنى اللي كانت بتخلي المماليك يتغاظوا. تاني حاجه ان الهواره دايما كانوا بيمطلوا في دفع الضرائب للدوله، وده كان بيجنن المماليك. لكن السبب الاكبر والاهم ان الهواره كانوا شايفين المماليك عبيد، وده كان لقب بيضايق المماليك جدا. الهواره كانوا بيتعاملوا معاهم باستعلاء وبيقولوا ازاي عبيد يحكموا ناس حره زينا. كبر همام بن يوسف وورث الثراء والمكانه الكبيره ابا عن جد. ابوه الشيخ يوسف كان ماسك التزامات الاراضي في الصعيد كله، وكان بيتعامل كويس جدا مع الفلاحين، وده كان عكس العداوه اللي بين العيله وبين المماليك. همام بقى كان الابن الاكبر، يعني هو اللي هيورث الزعامه بعد ابوه. في الاول همام كان ماسك اراضي ابوه، وده خلاه قريب جدا من الناس، ولما ابوه اتوفى همام مسك الزعامه. بس اهم من ده كله انه كان كريم جدا، ما كانش بيبخل على حد خالص، وكان دايما بيساعد المحتاجين بفلوس ومؤن. ومش بس كده، ده كان بيباشر الشغل بنفسه، لدرجه انه كان بيسمع شكاوي اهل الصعيد بنفسه وبيفصل في اي نزاع يحصل بينهم. اهل الصعيد كلهم كانوا مرتاحين ومبسوطين في حكمه، الغني والفقير، المسلم والمسيحي، الكل كان بيقول الله يرحم ايام الشيخ همام. فعلا كانت شخصيه اسطوريه وحقيقيه في نفس الوقت. الاسطوره دي كملت لما اراضيه وسيطرته امتدت على الصعيد كله. الناس كانت راضيه بحكمه وحباه علشان اساس حكمه كان العدل والحكمه ومساعده الناس، لانه كان راجل حكيم وبعيد النظر. وده بان لما قدر ياخد كل اراضي المماليك في الصعيد ويسيطر عليها بالكامل، بكل ما فيها من ارض وجيش وشعب واقتصاد كمان. علشان كده لقبوه سلطان الصعيد شيخ العرب همام. ومع اتساع ملكه ده كان لازم يكون عنده قوه تحميه، علشان كده كون جيش ضخم. المؤرخين قالوا انه كان حوالي 35 الف مقاتل من الهواره، غير طبعا المماليك اللي كانوا بيهربوا من القاهره ويلجأوا ليه. بس هنا لازم نقول حقيقه تاريخيه مهمه: الجيش ده على قد ما كان عدده كبير، على قد ما كان ضعيف من ناحيه التدريب والمهاره الحربيه، ودي نقطه ضعف هتبقى سبب في انهياره السريع. فضلت الامور ماشيه كويس مع همام لحد ما بدأ الصراع اللي ما كانش سهل ابدا مع علي بيك الكبير، او زي ما كانوا بيلقبوه بالجن علي. الصراع ده انتهى بخيانه وموت همام. اسباب النزاع دي بدأت تحديدا سنه 1736. همام اتحدى ابراهيم جويش، وده كان امير مملوكي كبير، والاهم انه كان استاذ علي بيك الكبير اللي رباه. التحدي ده بدأ على حته ارض في قريه برديس. همام رهنها لجويش مقابل مبلغ من المال، بس بشرط واحد: ان جويش ما يتصرفش في القريه لو همام ما سددش الفلوس في ميعادها. همام رفض يسدد المبلغ وكرر الرفض كذا مره، وفي نفس الوقت منع جويش انه ياخد القريه او يتصرف فيها زي ما كان متفق. جويش طبعا راح اشتكى لعثمان بيك، وده كان زعيم المماليك وقتها وصديق قوي لقبيله الهواره. وطبعا عثمان بيك ما رضيش يضغط على همام عشان ينفذ الشروط، ووقف في صف شيخ العرب. طبعا الموقف ده خلى جويش يعمل مؤامره ضد عثمان بيك وقدر يخرجه من مصر. جويش كان فاكر ان كده خلاص هيسيطر على همام، لكنه فضل عاجز انه ياخد قريه برديس. همام كان قاصد انه يستولى عليها علشان يوجع جويش. الموقف ده كله شافه وسمعه علي بيك الكبير اللي كان تلميذ جويش، وده خلى علي بيك الكبير يحلف في نفسه انه لما يسيطر على الحكم لازم يقضي على همام. ودي كانت اول بذره للعداء. بعد وفاه جويش بدات شخصيه علي بيك الكبير تظهر بقوه في القاهره. سعى بكل جهده علشان يوصل لمنصب شيخ البلد، وده معناه انه يبقى الزعيم الاوحد للمماليك
بيك ومسيطر على الحكم في مصر كلها، وعلشان يوصل للكرسي كان لازم يزيح الأمراء اللي قدامه، سابهم يتنافسوا ويقتلوا في بعض وهو فضل بعيد عن الأنظار لحد ما فضل أمير واحد اسمه صالح بيك. هنا ظهر علي بيك وحاول يتخلص منه، بس صالح قدر يهرب، راح الصعيد وبالتحديد عند صديقه وحليفه القوي الشيخ العرب همام. وهنا همام قام بالواجب وزياد، ساعد صديقه بكل قوة. أولا كان واجب الصداقة، وثانيا كان عارف نوايا علي بيك الخفية تجاهه وتجاه حكم الصعيد. لما علي بيك عرف ان صالح بيك هرب عند همام بعت حملة عسكرية للصعيد عشان تقبض عليه، بس همام مد صالح بيك بكل حاجة، ذخيرة ومؤن ورجالة كمان، وفشلت حملة علي بيك الكبير. ومش بس كده، صالح بيك قدر يقطع الاتصال بين القاهرة والصعيد، وده كان اعلان واضح ان الصعيد مش تحت سيطرة القاهرة. طبعا ده كان تاني سبب يخلي علي بيك يحقد على همام ويقرر انه لازم يخلص منه. وهنا علي بيك الكبير لجأ لحيلة، اتواصل مباشرة مع شيخ العرب همام وطلب منه ان يصلح الامور بينه وبين صالح، وكمان طلب مساعدتهم علشان يمسك منصب شيخ البلد، وفي المقابل وعدهم انه هيسيب لهم حكم الصعيد مدى الحياة. طبعا الصعيد كده كده كانت تحت سيطرة همام، بس ده كان وعد رسمي. همام كان عارف نوايا علي بيك بس وافق، يمكن ظن ان مساعدته لعلي بيك هتفيده هو وصالح بيك، وفعلا ساعدوه وعلي بيك سيطر على القاهرة. بس علي بيك اول ما ثبتت اقدامه في الحكم بدأ على طول يتخلص من كل اللي ساعدوه. اول واحد كان صالح بيك، وبعدين بدأ يتخلص من كل العقبات اللي ممكن تمنعه من الانفراد بحكم مصر، لحد ما فضل قدامه عقبة واحدة بس، شيخ العرب همام. همام كان عارف ان الدور جاي عليه بعد صديقه صالح بيك. علي بيك بعت حملة كبيرة جدا بقيادة محمد ابو الدهب للصعيد. الحملة دي كانت برسالة واضحة ان همام لازم يحدد نفوذه على اراضيه بس، ويسيب باقي الاراضي اللي سيطر عليها، وعلى راسها قرية برديس اللي كانت سبب النزاع من زمان. علي بيك كان في موقع قوة دلوقتي، هو شيخ البلد وسيد مصر الفعلي، لكن همام صاحب البلد كان لسه بيمتلك نص مساحة مصر. في الجولة الأولى من المواجهة دي همام قبل بشروط علي بيك وانسحب مؤقتا بدون قتال، لأنه كان مقدر خطورة الموقف. جيش علي بيك كان متفوق في العدد والسلاح والتدريب عن جيش الهوارة. همام انسحب علشان يلاقي مخرج، كان ده تكتيك مؤقت، لدرجة إن محمد بيك أبو الدهب قائد الحملة أخذ حتة أرض من همام كهدية علشان يحاول يقنع علي بيك إنه يرجع عن موقفه تجاه همام. طبعا كل ده كان تمثيل، الطرفين ما كانوش ناويين ينفذوا الاتفاق، وعلي بيك ما اقتنعش بكلام ابو الدهب، وهمام فضل مسيطر على الارض. هنا بقى جت الفرصه لعلي بيك علشان يخلص الحكايه. هرب مجموعه من المماليك اللي كانوا تابعين لعلي بيك وراحوا عند همام في الصعيد علشان يحتموا بيه. علي بيك طلب من همام انه يسلمهم، بس همام رفض رفض تام، لا وكمان ساعدهم بالسلاح والمؤن علشان يواجهوا علي بيك. ده كان اعلان حرب نهائي. علي بيك قرر ان الجوله دي لازم تكون حاسمه، بعت جيش اكبر بكتير باسلحه وذخيره اقوى، وعلى راس الجيش محمد بيك ابو الدهب. وفي الناحيه الثانيه همام بعت جيشه بقياده ابن عمه بوزخ الشيخ اسماعيل الهواري اللي كانت ثقته فيه كبيره جدا. لما الجيشين اتقابلوا قصاد بعض ظهر سلاح جديد، الخيانه. ابو الدهب قعد مع الشيخ اسماعيل الهواري وقدر يقنعه انه يخون همام. الاتفاق كان بس ان اسماعيل يفتح الطريق قدام جيش ابو الدهب، يعني يمتنع عن القتال وما يواجهش، وفي المقابل طبعا يكون هو شيخ العرب الجديد. اسماعيل للاسف اتخدع بحيله ابو الدهب وتراجع عن القتال وخان ابن عمه وزعيمه. طبعا ما فيش داعي اقول لك ايه اللي حصل بعد كده. الخيانه فتحت الطريق لجيش ابو الدهب، الشيخ اسماعيل نفسه اتقبض عليه واتقتل. لكن المصيبه الاكبر كانت ان الخيانه دي قسمت ظهر شيخ العرب همام. حزن جدا ومات مقهور من الغد، وتوفى في قريه جنب اسنا في سنه 1769. بموت شيخ العرب همام انتهت حياه الشخصيه الفريده دي، الراجل اللي حكم نص مساحه مصر من المنيا لاسوان. همام ابن يوسف اثبت ان العظمه والقوه ممكن تنتهي، بس الذكرى الطيبه والحكم العادل بتفضل عايشه، وان الخيانه هي السلاح الوحيد اللي ممكن يقضي على اسطوره عظيمه زي دي. المؤرخ الجبرتي رساه: اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناه، واستناني في اصل الحكايه الجايه.